أفضل أفلام أرشحها لكم لتعلم اللغة الإنجليزية. تعالوا بينا وأقول لكم النهاردة. واول حاجه خالص هقول لكم ازاي تتعلموا الانجليزي من مشاهده الافلام او المسلسلات او حتى من الفيديوهات. بصوا هي بسيطه جدا جدا. اول حاجه خالص اعتمدوا على السماع على قد ما تقدروا، اسمعوا على قد ما تقدروا، وطبعا يفضل ان انت هتسمع الفيلم ده او هتشوفه وتسمعه اكتر من مره، هتكرره اكتر من مره. فاول حاجه خالص ان انت هتسمع وتكرر اكتر من مره. تاني حاجه لو انت مستواك متقدم في اللغه الانجليزيه يفضل ان انت تسمع الفيلم نفسه او تشوف الفيلم نفسه بدون اي ترجمه خالص. ولو انت مستواك متوسط intermediate فاعتمد على الترجمه باللغه الانجليزيه. اما لو انت لسه في البدايه خالص فتقدر ان انت تعتمد على الترجمه باللغتين العربيه والانجليزيه الاثنين مع بعض. ولو مش عارف مستواك في اللغه الانجليزيه فين بالظبط فهسيب لك دلوقتي حالا فيديو في الاي هيساعدك ان انت تعرف وتحدد مستواك بسرعه جدا جدا وبمنتهى السهوله. وطبعا انا كنت رشحت لكم قبل كده كمان موقع subscene.com، تقدروا ان انتوا تروحوا على الموقع على طول وتحملوا الترجمه اللي انتوا عايزينها باي لغه، سواء عربيه انجليزيه تركيه هنديه ايا كانت اللغه، علشان تكون معاكم ترجمه الفيلم اكيد 100%. من احلى وافضل المصادر اللي برشحها دايما لتعلم اللغه الانجليزيه من خلال الافلام هي افلام الكرتون او الانيميشن. بجد افلام الكرتون حلوه جدا جدا، وعلى فكره هي مش بس بتكون مخصصه للاطفال، يعني اللي هو هتحس ايه ده ايه الهبل ده احنا هنتفرج على حاجه كده للاطفال وبتاع، لا خالص. افلام الكرتون بجد انا بحبها قوي قوي لان بيبقى فيها اغاني، بيبقى فيها قصه حلوه جدا بتتاثر بيها. ومين فينا ما شافش لاين كينج مثلا واتاثر بيه جدا وتاثر بيه القصه. فهنا هرشح لكم اكتر من فيلم تقدروا ان انتوا تتفرجوا عليه، وطبعا كل العائله يقدروا ان هم يتفرجوا عليه، زي مثلا The Croods او How to Train Your Dragon، من الافلام اللي انا بحبها جدا جدا طبعا. وفي كمان فيلم فروزن بحبه قوي قوي ولازم برضو ارشحه لكم من افلام الكرتون، فتقدروا ان انتوا تعتمدوا ان انتوا تشوفوا اي من الافلام دي. اما بالنسبه لافلام الاكشن فطبعا انا بحب جدا افلام توم كروز كلها، سواء سلسله توب جان. انا طبعا هحط لكم البوسترز بتاعت الافلام دي علشان يكون معاكم الاسماء كمان وتكونوا شايفينها وتكون بسيطه بالنسبه لكم. فتقدروا تشوفوا مثلا افلام زي توب جان او ميشن امبوسيبل بحبها قوي قوي، او كمان سلسله افلام ذا هانجر جيمز اللي على فكره معمول منها نوفلز كمان، يعني روايات تقدروا ان انتوا تقروها. مثلا ممكن تشوفوا الجزء الاول من هانجر جيمز وبعد كده تبداوا ان انتوا تجيبوا الكتاب بتاع الجزء الثاني تقروه، برضو تكونوا اتدربتوا في نفس الوقت على نفس الحاجة اللي هي القراءة والاستماع في نفس الوقت. فالافلام دي بحبها قوي ولازم ارشحها لكم. اما لو انت بتدور على البريتش اكسنت فطبعا في افلام كتير جدا، اولهم واشهرهم هو سلسله افلام هاري بوتر. هاري بوتر افلام حلوه قوي قوي عن السحر وفيها خيال كبير جدا، وسلسله طويله منها النوفلز وفي منها الافلام. حابب تتفرج على الافلام وتسمع بريتش اكسنت حلوه جدا فطبعا ارشحها لك بقوه. افلام هاري بوتر حلوه جدا وليها يعني محبين حول العالم. في كمان فيلم اسمه ذا كينجز سبيتش، الفيلم ده حلو قوي، بيحكي عن قصة شخص كان عنده مشكلة شوية بيتهته في الكلام او مش بيقدر او ما عندوش ثقة بنفسه، وعنده زي ما قلت لكم مشكلة التهته في الكلام. قصة الفيلم بتروح في العائلة الملكة البريطانية نفسها، والشخص ده بيمشي في الفيلم نفسه او بتتدور الاحداث يعني ان هو المفروض ان هو يعمل السبيتش او الخطاب الرئاسي في فيلم حلو قوي وفيه موتيفيشن وفيه تحفيز كبير جدا. وكمان طبعا زي ما بقول لكم احنا بنركز هنا على الانجليش فالبريتش اكسنت فيه حلو قوي قوي. لو عندكم اي ترشيحات لاي افلام كمان انتوا بتحبوها ومفيده بالنسبه لكم في تعلم اللغه الانجليزيه شاركوا معانا تحت في التعليقات علشان طبعا كلنا نستفيد. لو انتم من محبين بقى افلام الخيال العلمي والساينس فيكشن ففي اكتر من فيلم زي مثلا انسبشن او انترستيلر او ذا جرافيتي، 3 افلام حلوين قوي قوي، الانجليش بتاعهم حلو وقصص بقى خيال علمي هتوديكم في حته تانية خالص. وفي كمان منهم افلام للفضاء او بتكون في الفضاء يعني برضو حلوه قوي قوي لو انتوا يعني ليكم في افلام الخيال العلمي او بتحبوا عموما جو الخيال العلمي. من افضل طرق تعلم اللغه الانجليزيه كمان هو السماع للاغاني، ان انتوا تسمعوا اغاني عموما. في كمان الافلام او نوعيه الافلام اللي هي الموسيقيه اللي اسمها الميوزيكلز حلوه جدا جدا، بتلاقوا فيها قصه حلوه وبتلاقوا كمان استعراضات واغاني فبالتالي هتطور الانجليش بتاعكم اكتر من مره.
او باكتر يعني من طريقه. وعندنا طبعا فيلم اسمه The Greatest Showman، انا بحب الفيلم ده جدا جدا، وقصته حلوه على فكره جدا. انا مش من النوع اللي بحب قوي الافلام الميوزيكال، بس الافلام دي او الفيلم ده حلو جدا جدا، هيعجبكم اكيد، لازم تشوفوه. واكتر بقى ممثل انا بحبه شخصيا هو ويل سميث، بحب افلامه جدا جدا، بحب اتفرج عليها. في اكتر من فيلم ممكن ارشحه لكم زي The Pursuit of Happiness، King Richard، طبعا افلام Men in Black كلها، I Am Legend، افلامه كتير قوي. ويل سميث انا بحبه قوي، وبحب افلامه لان انت لما هتيجي تتفرج على الفيلم وتحس ان انت عجبتك القصة، فبالتالي هتندمج اكتر في الاحداث، مش هتبقى بس مركز ان انت بتتعلم انجليزي. فده في الحقيقة هيحسن الانجليش بتاعك بشكل اكبر بكتير جدا جدا. يعني هتلاقي نفسك ان انت بتسمع اكتر وبتستفيد اكتر وبتفهم سياق الاحداث اكتر، لان انت عاجباك القصة ومندمج فيها، وهو ده تارجت التعلم او تطوير الانجليزي من الافلام والمسلسلات او البرامج او هكذا. تابعوني هنا عندي على القناة انجلش فلوج، هتكون دي سلسلة ان شاء الله هرشح لكم فيها اكتر من افلام، وكمان هرشح لكم مسلسلات وبرامج تلفزيونية تقدروا ان انتوا تتفرجوا عليها وتكون مناسبة للعائلة طبعا، وتقدروا كمان زي ما قلت لكم ان انتوا تتعلموا منها الانجليش وتطبقوا منها خطوات تطوير الانجليزي بافضل واحسن الطرق باذن الله. لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش لايك بليز للفيديو، ولو لسه مشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج اشتركوا دلوقتي حالا وفعلوا الجرس كمان بيوصلكم فيديوهات ودروس انجليزي لكل يوم. وان شاء الله اشوفكم على كل خير في فيديو جديد والحلقه الجايه. باي باي.